السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باشمهندس مصطفى، فريلانسر في مجال ال NLP. حابب أدي حضرتكم مقدمة عن القناة بتاعتنا. إن شاء الله دي أول قناة باللغة العربية عشان نتعلم مع بعض ال Natural Language Processing أو ال NLP. وهو طبعا جزء من مجال ال AI اللي دلوقتي حصل فيه ثورة كبيرة بسبب ال Large Language Model. وده إن شاء الله اللي هنعتمد عليه في الكورس بتاعنا أو في القناة بتاعتنا إن شاء الله. تمام، هنعتمد على اللارج لانجوج موديل، وهو ده اساس التطور اللي حصل في المجال الاي اي عموما، سواء في مجال الكمبيوتر فيجن اللي هو بيهتم بيه الصور والنصوص، او في مجال ال NLP اللي هو موضوع القناه بتاعتنا ان شاء الله. طبعا ان شاء الله المشاريع بتاعتنا هتكون متقدمه جدا ومتطوره جدا، وان شاء الله تكون قادر يعني بعد ما تخلص الفيديوهات او بعد ما تتابعني في الفيديوهات ان شاء الله تكون قادر تعمل اي بروجكت يطلب منك في مجال الناتشورال لانجوج بروسيسنج، سواء مثلا كان تشات بوت او راك سيستم او ايجنت مثلا بيتعامل مع الاس كيو ال داتابيز والكلام ده. ان شاء الله هنشرح كل ده بالتفصيل. بالنسبه للمحتوى بتاعنا ان شاء الله هو ممكن يكون 2 بلاي ليست اساسيين عندنا. بلاي ليست بتتعامل مع الاوبن اي اي اللي هي الفريم ورك اللي احنا هنشتغل بيها. اوبن اي اي دي شركه كبيره اللي هي تبع ايلون ماسك، دي اللي اهتمت بمجال اللي عمل اصلا الشات جي بي تي. تمام، هو ده اللي عمل ثوره زي ما احنا عارفين. وان شاء الله في الفريم ورك دي هنتعلم حاجات كتير او هنستخدم الموديل بتاعها عشان نبني ابلكيشن كتير. منها مثلا هنستخدم السبيتش تو تكست والتكست جنريشن والتكست سبيتش مره تانية. يعني ان شاء الله هندخل كل الحاجات دي في المشاريع بتاعتنا ان شاء الله. يعني مش مجرد بس ان احنا نستخدم السبيتش تو تكست، لا احنا هندخله في المشروع الكبير بتاعنا وهنطلع مشاريع قويه ان شاء الله في الاخر. ممكن برضو ناخد هنا اوفر فيو عن اللي جوه في الفريم ورك. في عندك هنا تكست جنريشن، وفي عندك هنا المودلز هنا. في عندك هنا الجي بي تي 4 تيربو والجي بي تي 4 العادي والجي بي تي 3.5 تيربو. كل ده ان شاء الله هنتعامل معاه. وان شاء الله البلاي ليست الثانيه او الموضوع الاساسي برضو اللي احنا ممكن نتكلم فيه هو الهاجنج فيس او الترانسفورمرز. وده يعتبر الموديل المجاني، يعني اوبن اي اي ده ما بيكونش مجاني. تمام، بيكون فيه اشتراك، لان ده بيكون يعتبر الموديل الاقوى لان هو بفلوس، سواء بقى الجي بي تي 4.5 تيربو او المودلز المتوفره. يعني في برضو منه او شبيه له اللي هو الموديل بتاع جوجل اللي هو بارد، بس يعني احنا هنركز في التعامل بتاعنا ان شاء الله على الاوبن اي اي. تمام، هنا ده كده الهاجنج فيس اللي الموديل بتاعه بيكون المودلز بتاعته بتكون مجاني. تمام، ان شاء الله هنا برضو نفس الكلام هنتعامل بنفس الطريقه، سواء مثلا هنتعامل هنا في اللارج الناتشورال لانجوج بروسيسنج، سواء كان تكست كلاسيفيكيشن او تيبل كويشن انسرنج. يعني لو انت حضرتك معاك ملف اكسل او ملف سي اس في عاوز تسال من خلاله اسئله، تقدر نعمل الكلام ده. في عندك الكويشن انسرنج ده زي الراك سيستم. لو حضرتك معاك ملف بي دي اف او ملف وورد كبير عاوز تسال من خلاله اسئله، برضو كل ده متاح. ممكن برضو ترانسليشن. تمام، ممكن سمرايزيشن، معاك نص كبير عاوز تلخصه او تعمل له سمرايز. تمام، كل ده موجود. والتكست جنريشن زي الشات بوت والكلام ده زي الشات جي بي تي وهكذا. فان شاء الله دي كده مقدمه عن اللي احنا هنتعلمه في القناه بتاعتنا او المحتوى بتاعنا. تمام، والمطلوب من حضرتك ايه بقى عشان تقدر ان انت تبدا تتعلم بقى في القناه بتاعتنا؟ يعني مبدئيا اول حاجه لازم يكون معاك لغه البايثون، لان هي دي اللغه الاساسيه اللي احنا بنتعامل بيها في مجال الاي اي عموما يعني. تمام، لغه بايثون. تمام، دي اهم حاجه. حاجه كمان يعني يفضل يعني ان انت يكون عندك معرفه باساسيات الماشين ليرنينج والديب ليرنينج والكلام ده. تمام، يفضل يعني عشان تكون فاهم بس الدنيا ماشيه معانا ازاي. هو الاساسيات عموما يعني حاجه كويسه ان يكون معاك الاساسيات، حاجه كويسه. بس برضو يعني انا مش عاوز يعني احبطك واقول لك ان مش هينفع. لا، لو مش معاك الاساسيات برضو كمل معانا في القناه، مفيش اي مشكله، هتفهم برضو الموضوع سهل وبسيط. وبره يعتبر خارج بره الكودينج شويه، هو في كود ماشي بس بيعتمد بنسبه كبيره على حاجه اسمها البرومبت اللي هو كلام بالانجلش احنا بنعلمه للموديل او تعليمات بنديها للموديل. تمام، فبرضه حضرتك لو مش معاك الاساسيات برضه مفيش مشكله، كمل معانا في القناه. تمام، يفضل برضو ان انت تكون قريت الورقه البحثيه اللي هي اسمها attention is all you need. ودي الاساس بتاع الترانسفورمرز او اللي هي الموجوده في الهاجنج فيس اللي هي مبني عليها اللارج لانجوج موديل. تمام، يفضل يعني
في فيديوهات كتير على اليوتيوب شارحة الورقة البحثية دي. الموضوع يعني إن شاء الله سهل وبسيط، بس زي ما بقول لحضرتك يفضل يعني إن أنت يكون معاك الأساسيات دي. تمام. طبعا أنا مش عاوز أزود عليكم في المقدمة بتاعتنا، وإن شاء الله ده كده الفيديو التعريفي للقناة بتاعتنا والحاجات اللي إحنا إن شاء الله هنتعلمها. شكرا، وإن شاء الله تشترك في القناة وتتابعوا الفيديوهات أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.